الاهتمام لا يكلف شيئا، لكنه يعني الكثير. من أكتر الحاجات اللي بتتعبك كإنسان إن أوقات ما بتبقاش زعلان بسبب مشكلة كبيرة ولا بسبب مصيبة حصلت لك لا قدر الله، لكن بسبب إحساس صغير كل يوم بيتكرر لحد ما تلاقي إن قلبك مرهق من غير ما تحس. إحساس إن وجودك مش ملاحظ وإن غيابك عادي، وإنك دايما الشخص اللي بيسأل ويهتم ويطمن، لكن نادرا لما حد تلاقيه يعمل معاك نفس اللي انت بتعمله. كلنا بنحب الاهتمام، بس أغلبنا ما بيحبش يطلبه، لأن طلب الاهتمام بيوجع. كأنك بتقول لحد لو سمحت حس بيا شوية. ده إحساس صعب جدا. في ناس كتير بتضحك طول الوقت وتهزر وتتكلم عادي وتنزل بوستات جميلة، لكن جواها احتياج كبير جدا للكلمة الحلوة، للاهتمام، للإحساس إنها مهمة عند حد. بس المشكلة إن أغلب الناس ما بقتش تلاحظ غير الكلام الواضح، إنما الزعل الساكت المكتوم، التعب المستخبي ورا كلمة أنا كويس، أنا بخير، قليل قوي اللي بيفهم. وعشان كده ناس كتير بتسكت، مش علشان ما فيش كلام، لا، عشان تعبوا من الشرح، تحس إنها فقدت قيمتها. يعني إيه قيمة اهتمام طلبته بنفسك؟ وإيه قيمة سؤال جه بعد عتاب؟ الاهتمام الحقيقي هو اللي بيجي لوحده، إن حد يحس بتغيرك من غير ما تتكلم، يلاحظ سكوتك، غيابك، ردودك، ويفهم إن في حاجة جواك متغيرة. أجمل شعور في الدنيا إنك تلاقي حد بيسأل عليك من نفسه، مش عشان محتاج منك حاجة ولا عشان افتكرك بالصدفة، لكن عشان وجودك فعلا فارق معاه. وفي المقابل أصعب شعور إنك تحس إنك دايما الشخص اللي بيبدأ، أنت اللي تسأل وأنت اللي تهتم وأنت اللي تحاول تصلح وأنت اللي تبرر للكل، ولما تختفي شوية تكتشف إن محدش حتى لاحظ. ساعتها الإنسان بيتعب بجد، مش علشان الناس وحشة، لكن عشان قلبه كان منتظر اهتمام بسيط، حاجة صغيرة تطمنه إن هو غالي عند حد. الغريب بقى إن أكتر الناس اللي بتدي اهتمام للكل هم أكتر ناس محتاجين اهتمام. الشخص اللي بيسمع مشاكل الناس كلها ويهون عليهم ويكبر بخاطرهم ممكن جدا يرجع آخر اليوم وما يلقاش حد يسمعه هو. ويمكن عشان كده في ناس كتير بقت ساكتة مش ضعف، لكن عشان الكتمان أهون من خيبة الأمل. الإنسان في الأول بيعاتب، وبعدين بيقل كلامه، وبعدين يسكت تماما، ولما يوصل لمرحلة الصمت الكامل اعرف إنه تعب فعلا. في ناس ما بتطلبش كتير ولا مستنية معجزات، كل اللي محتاجاه اهتمام صادق، رسالة بسيطة، سؤال بسيط، إحساس إن هي مش منسية. لأن القلوب ما بتموتش مرة واحدة، القلوب بتدبل بالتجاهل. وعشان كده لو في حد بتحبه ما تخليش اهتمامك بيه قليل، اسأل عليه، طمنه، خليه يحس إن وجوده مهم في حياتك. لأن في ناس بتضحك قدام الكل وفي قلبها كلام كتير جدا ما حدش سمعه. وصدقني أوقات كلمة صغيرة من القلب بتسند إنسان كان على وشك إن هو يقع. كلنا بنحب الاهتمام، بس مش كلنا بنعرف نطلبه. وأحيانا أكتر الناس احتياجا للحب والاهتمام هم أكتر ناس بيقولوا أنا كويس، أنا بخير. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير واشتركوا في قناتي حكم وأمثال منال. شكرا لكم، سلام عليكم، تحياتي.